يعني انا عندي ام مش هنسى ابدا، كانت بنتها عندها 14 سنه تمام. وهي مولوده كان عندها نوع من انواع الاعاقه الذهنيه، مم. فنوع من انواع الشلل الدماغي يعني. هي البنت كلها طولها ما يجيبش مثلا 70 سم. والشلل الدماغي ده نوعين، نوع رخو ونوع حاد. النوع الرخو ده بيبقى الطفل جسمه كله طري، تمام. وده السهل. في بقى النوع التاني اللي هو الحاد. مم. الحاد ده يعني الاطراف متصلبه، متخشبه كده. الرجلين والايدين. مم. عايز اقول لك كانت بتجيلي العياده وهي شايله الطفل كده، اه. يعني كانه جثه. وهي بقى عايشه العيشه دي مم. بقى لها كام سنه؟ 14. 14 سنه. 14 سنه مفيش مره شفت البنت دي مش متسرح لها كويس، مش لابسه التوك، مم. مش لا هدومها مش نظيفه، كل حاجه. وعايز اقول لك لدرجه ان انا كان عندي يقين يعني ان هي متعلقه بيها جدا عشان ما عندهاش غيرها. انا فضلت سنين فاكر كده لان هي ما بتجيليش غير بدي. بعد 14 سنه بقى مده طويله جدا، يعني لقيتها جايه لي بعيل تاني عمره 5 سنين تعبان. سبحان الله. فبقول لها ده مين؟ قالت لي ابني. قلت لها انت عندك؟ قالت لي اه انا عندي 4 تانيين. خلفت بعدها؟ قبلها. ما هو قبلها. بعدها مخلفه وقبلها اه. مخلفه. اه. بس كانوا الحمد لله كويسين، مش بيتعبوا. واهتمامها زي ما هو، اهتمامها سواء بدي. عندها واحدة، عندها 3، عندها 5، مش فارقة. وعايز اقول لك بقى ان يعني انا اصلا وهي ما دخلت على العياده، هي انا شايف بني ادمه تانية يعني. مم. ده حد مثلا عيلته كلها ماتت، فبقول لها فلانه فين؟ ما جبتهاش بقالك فتره. اه. بص حزن عمري ما هنساه. قالت لي توفت. وكميه حزن لا تتخيلها، لا تتخيلها. مع انها ما كانتش طفلة كاملة يعني، كانت لا ما كانش في حياة كاملة ما بينهم، ده اللي انا سيبك من اقصده. كده. هي كانت لود على الام، اه. يعني حمل. انت تخيل لو الام كان لودة، مع ابنها. ذلك افتقدتها برضه. بالظبط. لو الام يعني ابنها عيط ساعه او ساعتين تيجي تقول لك انا مش قادره، انا صدعت، انا تعبت. هي 14 سنه بتخدم طفله اه. هي متخشبه تمام. وده بان اكتر بعد الوفاه. يعني ممكن انا بعمل ده كأم او كواجب، لا، هو فعلا الحزن كان واضح جدا جدا عليه. فنرجع بقى للنقطه اللي انت قلت عليها، نقطه الاضرار. ان الحالة دي أثرت عليا. هو والله سبحان الله افتكرتها وانت بتتكلم. طيب. فانا الرضاعه بتديني نوع من انواع العاطفه بيني وبين ابني. مم. ويمكن الكلام اللي احنا بنقوله ده حتى لو مش كلام علمي، بس انا شايف انه مهم جدا. مم. ان بيزود الرابط، عشان انا لو ابني حصل له مشكله، الرضاعه طبعا مش هتحل المشكله قوي، هي زي ما قلنا بتدي الدعم مناعه قوي. النفسي هو بس في الاخر انا مش هبقى حاسه بحمل على نفسي. اه. لكن لو انفصلت عن الطفل، سواء رضعته صناعي او اديته للبيبي سيتر لو انا عندي امكانيه ماديه، تمام. وبعيش انا حياتي وبخليها هي تعمل كل ده، مم. كل الحاجات دي لقيتها الام هتعمل لك مشاكل اقوى بكتير من شويه الحريه اللي انت كأم خدتيها. ده الضرر تمام. الاولاني. عندك مثلا ضرر تاني. بتكسف ارضعه في الشارع او يعني في اي مكان مثلا لو انا مم. بتكسف، عندك ضرر تاني. مم. ممكن نقول ايه الضرر التاني ده؟ الام تقول لك ايه وهي بتبقى، انا بشوفها حاجه خفيه يعني، انا مش عارفه اهتم بجوزي وولادي زي الاول. سيبك من الولاده، مش عارفه اهتم بجوزي. تمام. في بتقول كده. ماشي. ماشي. انا مش هعرف اهتم، هنفترض. والرضاعه ومتبهدله ومش عارف ايه كده. فانا ممكن بقى ساعتها اوجه الرساله للاب مش للام. انت ممكن لو مراتك ما رضعتش طبيعي ورضعت صناعي، هي هتهتم بيك وكل حاجه لو افترضنا ان ده حصل يعني. بس هي افتراضا. الفكره ان انت تدفع كتير قوي مقابل الاهتمام ده. لان زي ما قلنا قبل كده، الرضاعه الطبيعيه من ديت مصلحة رخيصه. الرجل. الصناعي ده مكلف. اه. فمعلش انت استحمل عدم الاهتمام. مش هنفترض ان مشكلة. كان فيه اهتمام قبل كده. هنفترض. هتستحمل عدم الاهتمام دول على الاقل 6 شهور الاولانيين. مم. عندك برضو الحاجات اللي بنسمعها كتير، مم. اللي هو ايه، انا مش ببقى عارفه ارضعه، مش ببقى الاقي مكان اعرف ان انا اختلي بيه بابني وارضعه فيه. وده رجعنا للنقطه اللي اتكلمنا فيها قبل كده. هو ايه الحاجه المسؤولية. المانداتوري، مم. ايه الحاجه اللي هي يعني صعبه جدا تخليكي تسيبي تنزلي بابنك اصلا اول 6 شهور؟ يعني هي خروجه، هو فرح، هي مناسبه. لو الحاجه دي او لو المكان اللي انا رايحه فيه مع ابني ده او بنتي مش مؤهل او مش هعرف ان انا ارضعه لما عاوز ارضعه يجي بعد الرضاعه، ما ترحيهوش اصلا. صحيح. وزي ما قلنا كل ده هيعود بعد كده بفوائد قدام على البيبي. واضح ان هي مش اضرار يعني. انا لما كنت بسأل السؤال كنت مستني ضرر طبي، ضرر علمي، لا 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 طلع لا. ان هي كلها حاجات. عندك ضرر برضو اخير بقى عشان نختم النقطه دي. مم. ايه الضرر ده؟ برضو ضغط مجتمعي بتلاقيه من الام او من الحما. الحمل. الحما اه. حمات الام. اه. انت بترضعي كتير ليه؟ لا احنا محتاجين نفطم وقفي الرضاعه عشان الواد ياكل.
احنا هنفطم لسه بعد سنتين مش بتلاقي دلوقتي. الكلام ده ممكن تسمعه بعد الشهر السابع او الثامن. اه واخد بالك؟ طبعا ده برضو جريمه. ما ينفعش ان انا افطم ابني او بنتي بدري علشان ياكل. ده اصلا فكر غلط. مم. وده هيدخلنا في نقطه تانية. اصل هو خاسس، المعيار في الكلام ده الميزان، وده شيء هنتكلم عنه. تمام. فما فيش حاجه اسمها ان لو حد ضغط عليا وقال لي هو الواد خاسس، الواد ما بياكلش، او بدات انا ادخل اكل عند الشهر السادس والطفل مش بياكل، فتلاقي حد مثلا بدون علم يقول مم. ايه، علشان عشان انت لسه بترضعي. مم. لا، انا هتغلب على ده وهفضل ماشيه بالاثنين. هنفضل ماشيين بالرضاعة لغاية ما هنفطمه عند سن سنتين. ده السن اللي هو خلاص ان شاء الله. الفطام. إيه، انا بنجهز اهو الفطام، هنتكلم هنفطم ازاي والخطوات. بس احنا بدأنا نفطم وهو ما زال عايز يرضع، اعمل ايه؟ طيب، هي بس في نقطه مهمه اللي انت بتتكلم فيها. احنا زي ما قلنا خلاص، احنا قلنا المعلومه دي اكتر من مره، احنا هنفطم عند عمر سنتين. تمام. تمام. بعد سنتين اللبن الى حد ما مش مفيد، بنسبه كبيره جدا مش مفيد. تمام. والطفل المفروض فعلا ينقطع عنه عشان يبدا انه ياخد اللبن. هو رافض، هو عايز يرضع. عندك وسائل بقى. تمام. وده هينقلنا على طول للسؤال اللي انت سالته دلوقتي. مم. فكره ان انا هفطم ازاي. احنا خلينا نتفق ان لابد ان انا خلاص بعد السنتين مم. ان انا اوقف الرضاعه. طيب، احنا كنا موقفين من اول الست شهور. لو موقفين نرجع تدريجي. للحلقة اللي فاتت احنا قلنا من اول الست شهور لما بدأنا ندخل الاكل تدريجي. احنا بدأنا نفطم من الست شهور. مجرد ما بدأنا ندخل الاكل هو كده ده اول مراحل الفطام، لغاية ما بنوصل للسنتين خلاص منع تام للرضاعة الطبيعية ويبقى اعتماد على الاكل بس. ايه الخطوات اللي انا اخدها الام تاخدها لغاية ما نوصل لله؟ زي ما انت قلت، احنا بنبدا الكلمه فطام ديت هي بتبدا فعلا عند 6 شهور، مجرد ما ببدا ادخل اكل مع الطفل. تمام. احنا بنمنع الرضاعه بقى ونوقفها عند السنتين. ايه الحاجه اللي تخليني، يعني لو افترضنا الاول ان الطفل عايز بعد سنتين يكمل، مفيش حاجه اسمها كده. مم. لان ده فعلا هيبدا يتدخل مع قدره الطفل على الاكل، وهو العقل بيكبر وقدره ادراكه بتكبر، فهيبقى مقاومته اكتر، انه مش عايز الحاجه الصعبه اللي تمام. فيها مضغ وفيها بلع. هو عايز الحاجه السهله. فالمهم الام ما تندركش ناحيه ده. برضو سبحان الله، انت الحته اللي انت بتقولها دي فكرتني برضو بحاله. كانت الطفل مش راضي يسيب صدر مامته تماما، وهو متعود على الرضاعه من صدر الام او الرضاعه بالبرون. فوصل لمرحله ان هو كانت حتى الاكل بتعمله في الخلاط وتحط له في الببرون. فكان الطفل يخش عليا 3 سنين ونص. مم. 3 سنين ونص ده خلاص يعني ماشي. هيتجوز اهو. وداخل طلع بالببرونه. بطاقة. داخل بالببرونه وداخل لي كده مش مكسوف يا العياده. ابني. هو مش مكسوف، هو لسه صغير. فانا اقول للام انت بتعملي كده ازاي؟ تعود. وبالمناسبه هي صادقه، تقول لي يا مم. دكتور انا مش قادره. مم. انا مش قادره فعلا ابطل. هو بيصرخ وبيعيط وبيكسر الحاجه. ما خد بالك بقى، ما هو قدرته عن التعبير عن الرفض زادت. مم. وفي نفس الوقت لو هو كان الاولاني وكانت هي ما خلفتش لسه بعدها، ففي نوع من انواع الحنيه سواء منها او من الاب او من الجدود. صحيح. فمحدش قادر يتقبل ان طفل عنده 3 سنين هو الواد بينهار نفسيا. انت بتمنع عنه شريان الحياه. مم. هو انت جاي عايزني، خد بالك انا بكلمك بدماغ الطفل، انت عايزني بعد العمر ده تمنع عني الحاجه اللي انا متربي عليها بقالي 3 سنين اللي هي كل عمري؟ مم. طب لو انت كنت عملت الكلام ده من بدري، انك بتعمل الفطام التدريجي اصلا من الاول خالص من عند مش 6 هيحس شهور. بحاجة. بالظبط. طيب نرجع بقى الخطوات للطرق. بنعمل ايه؟ اول حاجه زي ما قلنا، احنا بنقلل تدريجي عشان لما اوصل عند السنه ونص او السنه و7 شهور ببدا ان انا معدلات الرضعه ده بتقل جدا، مرتين في اليوم مثلا او 3، وبالليل مره او مرتين، لحد ما الطفل يبدا ان هو يتعود على ان مفيش رضاعه. اول حاجه، مم. انت عندك الوسائل التقليديه. ايه الوسائل التقليديه؟ ان انا ابدا احط على الصدر حاجه الطفل بيتأفف منها، زي البن او نبات الصبار او الكلام ده كله. وجديد بقى نسمع ايه، الصبار ده بالمناسبه مر جدا صحيح. جدا. مم. تيجي الاقي الام بتقول لي يا دكتور على فكره هو بتلززه، يعني بياخده ويقعد يبص زي فيه. البن كده بيتكيفوا برضه. اه. فاللي قبل كده مهم ان مم. انا ابدا امنع تدريجي، وان انا ما اجيش عند سنتين الاقي نفسي عايز افطم وانا برضع الطفل مرات كتير. لازم ابدا اعمل ده من بدري. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه، ان انا الاوقات اللي الطفل بيبقى ميال فيها لصدر الام مم. ابدا ان انا اخليه يقعد مع ناس تانية، يعني والام ما تبقاش موجود. يعني مثلا هنفترض ان في وقت معين في نص اليوم الطفل بيبقى عايز ينام فيه، والوقت ده هو بيبقى عايز صدر مامته. ساعتها تبعد عنه. تختفي بقى، يبقى فيه مم. الاب، يبقى مم. فيه الاخوات. لو احنا قاعدين في بيت عيله وهو بيطلع او بينزل عند ليه حد، الاب يبقى موجود؟ ليه كده؟ يعني يمارس دوره شويه. يمارس دوره. طيب. عشان احنا بنراعي حق المرأة. امال.
اكيد. فنبدا ان هو في الاوقات اللي بنحس انه محتاج فيها قوي صدر الام، ان هو ما الام تختفي ويبقى قاعد مع ناس تانية. تمام. دي نقطه. النقطه التانية، مهم جدا ان هو ما يبقاش شايف صدر الام. يعني الام ما تبقاش لابسه ملابس هو شايف فيها صدرها. تمام. النقطه الثالثه، ما تبقاش لابسه هدوم هو يعرف يوصل بيها لصدرها. دي نقطه مهمه. يعني ممكن على فكره الام لابسه هيت وكده حاجه مقفوله وبتاع، والطفل هيبقى هيفتحها، هو مش عايز يوصل لده. اه. لازم ابقى احاول لابسه الحاجات ديت على قد ما اقدر ما يقدرش يعرف يوصل لها، تمام. بحيث ان انا ما يبقاش معظم الوقت ان انا بقاومه، لا انا سايباه. دي نقطه. تمام. مع الحاجات اللي احنا قلنا عليها، اللي هي ان انا ممكن احط حاجه مر او فيبدا ان هو بالتدريج كده يترسخ جواه ان الموضوع ده بقى شويه متعب، او بقى بيديني طعم مر شويه في بقي. لما نعمل العوامل دي كلها مع بعضها تمام. الامور هتفرق. الحاجه الاخيره اه. ان محتاج فتره النهار بالذات ازود النشاطات. يعني مثلا الطفل في المرحله دي بيبقى يدرك، بيعرف يلعب وبيعرف يتحرك وكده. امم. كل ما هعمل له نشاطات كل ما هليه عن الرضاعه. تمام. فبالتالي برضو مجرد، وخد بالك الموضوع كله بياخد اسبوع و10 ايام. تمام. والحاجه الاخيره طبعا بقى دي دكتور النساء بيكتبها للام، ان هو بقى طبعا اللبن اللي بيتركن ده بيبعت اشاره راجعه يقول الهرمون اللبن قل شويه. بس طبعا في حبوب او اقراص معينه بتتاخد بجرعات بتساعد برضو الام على ان هي تقلل اضرار اللبن عشان ما يحصلهاش اي نوع من انواع الاحتقان. طيب اخر موضوع اخر نقطة في موضوع الفطام ده، الفطام بيفرق من الولد للبنت يعني في الفترة، ولا نوع المولود مش فارق؟ بيفرق. لا ما ما بيفرقش. بيفرقش. انا مبسوط ان انت يعني جايب كل الاسئله اللي من كله جوه. مدون، حاسس كله ان انا بكلم متسجل هنا. الموضوع ده ما فيش فيه خلاف خالص ما اه. بين الاثنين. يعني الام زي الولد زي البنت، الاثنين زي بعض وهنتبع نفس الخطوات. تمام كده. احب ابشرك ان احنا خلصنا سلسلة الرضاعة معقول. الطبيعية. طبعا خلاص كده مفيش عندي اي اسئلة. اعتقد كده ان احنا غطينا معظم النقط الشائكة يعني في الموضوع ده. نعمل ذلك ان شاء الله. وفي نقط كتيرة كمان اتكلمنا فيها، انا شخصيا ما كنتش عندي معلومة عنها. ان شاء الله نكون غطينا كل النقط اللي بتدور في اذهان الامهات. ولو في اي حاجة تانية هتعمل حصلها جزء ابديتد يعني عادي ممكن ننوه عنها في اي حلقات قادمة. ان شاء الله نكون خلصنا كل الحاجات المهمه. وبصراحه يعني اخر حلقتين بالذات انا عاجبني قوي فكره السؤال والجواب، لان هي بتبقى اوضح شويه للامهات يعني. ان شاء الله نتقابل في سلسلة تانية على خير. ان شاء الله.